هو بس ايه عايزين نبدا الفيديو ايه، انا مش هبدا الفيديو ازاي الصراحه، بس انا عايز رساله بس كده نادي الزمالك وكابتن حسين لبيب. هو انتوا حاطين تارجت ان انتوا يجي لكم كام انذار كيف كده يعني وتوقفوا الحوار ده ولا ايه؟ مش فاهم يعني. انتوا مثلا حاطين تارجت كام توصلوا عشان توقفوا الحوار ده؟ عشان اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش، والله يا جماعه اللي بيحصل دون ما ينفعش يحصل في نادي الزمالك. انا مش عارف هو احنا هنفضل لحد امتى كده؟ حد بس يقول لي هنفضل لحد امتى كده؟ يعني ايه يا جماعه دلوقتي لعيب زي احمد بالحاج بيرفع علينا قضيه في الفيفا رسميا؟ يعني دي رسميا يا جماعه، مش لسه كلام. لا دلوقتي يا جماعه وكيل اللاعب احمد بالحاج كان مبلغ اداره نادي الزمالك ان هو ليه 1,400,000 جنيه، ويقول لك ادينا مهله نادي الزمالك 15 يوم عشان يردوا علينا ويبعتوا لنا الفلوس بشكل ودي بدل ما نروح للفيفا. بيقول لك عدد الوقت اكتر من 15 يوم، ونادي الزمالك ولا حتى بعت لنا رساله شكر يعني، ولا حتى نادي الزمالك ايه قال لنا انتوا عاملين ايه. دلوقتي يا جماعه وكيل اللاعب بيقول لك انا بعد المهله اللي اديتها لنادي الزمالك اللي هي 15 يوم والمهله عدت خلاص، وكيل احمد بالحاج رسميا راح للفيفا وبعت شكوى في نادي الزمالك، ونادي الزمالك دلوقتي كانوا مش عارف ايقاف كيت للمره التاسعه للعشره. انا الصراحه مش عد، مش عايز اعد والله يا جماعه، ومش عارف اعد من كتر انذارات. انا مستني ايه؟ مستني شويه عشان عارف ان هو لسه الموضوع هيزيد. ولكن يا جماعه دلوقتي رسميا اداره نادي الزمالك جالها انذار ايقاف قيد تقريبا للمره العاشره ولا 11، والفيفا بعد رساله تحذير مع انذار ايقاف القيد قالت لنادي الزمالك لو انتوا هتفضلوا على كده جالك انذارات بايقاف القيد كتير، وبالمنظر ده احنا ممكن نبعت قرار لاتحاد الكره المصري بان هو يهبطك للدرجه الثانيه بسبب كتر المشاكل اللعيبه والمدربين وكل حد بيمشي منك. مفيش حد حتى بيشكر فيك، كل اللي بيمشي منك بيطلع يفتحك بره في الفيفا وبيفتحك في كل حته. دلوقتي يا جماعه الفيفا مع انذار ايقاف القيد بعد رساله تحذير نادي الزمالك قالت له انت كده بدات تخش في مرحله خطر ان احنا ممكن بكلمه واحده نهبطك بسهوله جدا، لان ده يبقى قرار جاي من الفيفا اللي هو ما حدش يقدر يتكلم معاه. فدلوقتي اللي الفيفا بلغ اداره نادي الزمالك ان هي تحاول تحل مشاكلها في اقرب وقت. الموضوع دلوقتي بدا يزيد عن حده وهيتقلب ضد نادي الزمالك وهيهبط المركز الثاني. وفي الاخر مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه. ما تقرفوناش يا جماعه من الزمالك اكتر ما احنا مقروفين اصلا من الاداء والحوارات دي. يعني مش كفايه حرق الدم واداء سيء وفي تمرد كمان من اللعيبه. لسه دلوقتي هجيلك في حوار تمرد اللعيب. بيقول لك يا جماعه دلوقتي يا جماعه لعيب من الزمالك بيمشي على خدها سيف جعفر ويوسف اسامه نبيل. ركز كده معايا عشان احنا كل ما نيجي نطلع ناشئ بيدينا على قفانا وبيجري. بنطلع اللعيب ننجمه ونوديه المنتخب الاولمبي واللعيب يتشير في الاخر يشوف لك عرض ويقول لك انا ماشي. دلوقتي يا جماعه اللعيب احمد عبد الرحيم ايشو رسميا اعلن التمرد في نادي الزمالك بسبب ان هو بيشاركش الفتره اللي فاتت، وقال لهم انا خلاص في يناير اللي جاي عقدي هينتهي وهمشي، وانا عندي عروض من انديه ثانيه ومش واقفه عليكم. فكان يا جماعه الفتره اللي فاتت دي كلها نادي الزمالك بيحاول يجدد اللعيب، ولكن اللعيب كان بيرفض عشان هو جاله عرض من زد وجاله عرض من بلديه المحله، وهناك واخد وعده من الفرق ان هو هيبقى ليه نسبه مشاركه، يعني هيشارك اساسي بنسبه كبيره. ولكن في الزمالك هو ما بيشاركش، فاللعيب شايف ان مصلحته هتبقى خارج نادي الزمالك مش مع الفريق. ودلوقتي يا جماعه نادي الزمالك وصل لمرحله ان اللعيب رفض ان هو يجدد له رسميا، فنادي الزمالك بقى عمل معاه ايه؟ فنادي الزمالك بيعاقبه اللي هو ايه؟ وصلنا لمرحله اليأس اللي هو ايه؟ طب انت بقى تنزل تتمرن تاني مع الناشئين زي ما كنت. فاللعيب قال له يا باشا مش فارق معايا، اللعيب مش فارق معايا، اللعيب خلاص اصلا اللعيب معاه عرضين من زد والمحله وغالبا انهى في زد، فهو مش فارق معايا يا باشا تنزلنا اتدرب مع الناشئين كده كده في يناير اللي جاي همشي واروح هناك هلعب، فانا مش فارق معايا. اللعيب شايف ان هو مصلحه ما يشاركش مع الفريق عشان ما يتصابش ولا حاجه، وكده كده هو مخلص زميله هناك مع زد. مش عارف يا جماعه والله هو احنا مش عارفين نفتح القيد، وكمان اللعيبه اللي بنطلعها عشان تسند الفريق بتهرب مننا. هو احنا مش عارفين نحافظ على اي حد خاص في الفريق فين؟ يعني مش عارف الناس الزمالك بالدماغ دي والاداره دي هيوصل لفين؟ يعني دلوقتي ايشو هيمشي وفتوح ماشي وزيزو وكابتن حسين لعيب وافق ان هو يمشي للشباب عشان يحل الازمه اللي عنده. طب انت هتحل ازمه القيد واللعيبه بتهرب منك وزيزو بيمشي وفتوح بيمشي، هو منين بيودي لفين؟ انا عايز اعرف بس في الزمالك منين بيودي لفين؟ اخر موضوع يا جماعه معانا وهو عرض قطري لرحيل محمد عبد المنعم من النادي الاهلي لاحد الانديه القطريه. ركز بس كده معايا عشان الموضوع ده مهم جدا وهيفرق جدا مع كل الاهلاويه. دلوقتي يا جماعه فريق الدحيل القطري بقاله فتره واكل دماغ محمد عبد المنعم. تعالى عندنا هنديك مرتب عالي، وعمالين يخروا محمد عبد المنعم بحته المرتب العالي. دلوقتي يا جماعه وصل دلوقتي عرض رسمي لمحمد عبد المنعم من فريق الدحيل القطري بقيمه $1,500,000 كراتب للعيب. يعني اللعيب دلوقتي وصل له عرض من قطر، يعني لو حسبتها بالمصري هتلاقي بقيمه ايه؟ 55 مليون جنيه. وكمان فريق الدحيل القطري بعد عرض رسمي للنادي الاهلي بقيمه $2 مليون من اجل خدمات محمد عبد المنعم. دلوقتي يا جماعه
ده يا جماعه كده تفاصيل عقد كلها. النادي الاهلي بقى رد ايه؟ رد النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب رد واضح وصريح جدا، وهو رفض مبدا التفكير في المفاوضات. الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره بالنادي الاهلي شايفه ان محمد عبد المنعم ما ينفعش يمشي في الوقت ده خالص، شايفه ان محمد عبد المنعم ما ينفعش يمشي في الازمه اللي فيها اصلا دفاع النادي الاهلي في ظل الاداء الكارثي من ياسر ابراهيم ورامي ربيعه واصابه ياسر ابراهيم الاخيره، والدفاع اصلا رايح في داهيه لوحده. فالنادي الاهلي شايف ان هو لو طلع محمد عبد المنعم هو كده بيقتل دفاعه رسميا. فالنادي الاهلي رد على العرض القطري بالرفض النهائي. دلوقتي يا جماعه محمد عبد المنعم بيعمل لعبه مع النادي الاهلي، وهي ان هو بيضغط على النادي الاهلي ان هو يجدد عقده بقيمه مرتب عاليه، وبيستغل وبيضغط عليهم بقيمه العرض القطري. يقول لهم انا جاي لي هناك ب 60 مليون جنيه، فانت اقل حاجه جدد لي هنا مش اقل من 25 30 مليون جنيه. بس كده يا جماعه ده ملخص الموضوع. الدحيل القطري شغال على محمد عبد المنعم عشان يجيبوا الدحيل، والناحيه الثانيه محمد عبد المنعم بيحاول يستغل الفرصه دي عشان يطلع باكبر مقابل مادي. محمد عبد المنعم شايف ان هو يروح الدحيل القطري ياخد 1.5 مليون بالدولار مرتب سنوي، او يجدد مع الاهلي بمقابل مادي عالي، بمقابل مادي يواكب مرتب الدحيل القطري. اللي انا قلته يا جماعه ملخص موضوع محمد عبد المنعم من اوله لاخيره لحد دلوقتي. ولكن يا جماعه انا شايف ان محمد عبد المنعم المفروض يعني ما يعملش كده مع النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي شهرك وكبرك، وهو اللي وداك المنتخب، وهو اللي نجمك، وهو اللي جاب لك بطولات كتيره. فانا شايف ان محمد عبد المنعم المفروض ما يعملش كده مع النادي الاهلي، زي ما انا بقول لك ان ايشو المفروض ما يعملش كده مع نادي الزمالك. النادي الزمالك هو اللي شهره. ولكن يا جماعه دي لغه العصر، لغه الفلوس. اللعيبه كلها دلوقتي بتجري ورا الفلوس، وفكك بقى من حته ايه الانتماءات والكلام ده. ولكن يا جماعه الكابتن محمود الخطيب متمسك جدا بمحمد عبد المنعم، وبيقول له لو انت عايز تمشي تجدد معايا عشان اعرف ابيعك باعلى مقابل مادي. ودلوقتي يا جماعه لسه في مفاوضات ما بين الاهلي ومحمد عبد المنعم، وبرده في مفاوضات ما بين الدحيل ومحمد عبد المنعم، ولسه الايام الجايه هتبين لك اكتر في الموضوع ده. فبس كده يا جماعه ده كان ملخص كل اللي عندنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.